السلام عليكم واهلا بكم في الحلقة السادسة في دورة تعليم برنامج الاكسل من الصفر. زي ما احنا شايفين قدامنا انا عملت كده جدول ان احنا هنشرح عليه كذا طريقة ان احنا نجمع وهنشرح بعض المعادلات النهاردة في الحلقة دي. زي ما احنا شايفين قدامنا ده كده اجمالي الشهر والمتوسط الشهر. زي ما احنا شايفين قدامنا انا محتاج ان انا اجمع شهر يناير. طبعا في كذا طريقة للجمع وكذا طريقة ان احنا نحدد الارقام اللي موجودة عندنا دي. هنتعلم كل الطرق النهاردة واحدة واحدة من غير ما نستعجل. اول طريقة للجمع معانا وهي ان احنا بنكتب المعادلة اللي جاية دي، وكلمة معادلة ان احنا اي حاجة فيها معادلة لازم تكتب قبلها يساوي، يعني يساوي بالشكل ده كده لازم تكتبها وبعد كده تبدأ تكتب المعادلة. لو جينا كتبنا بي زي ما احنا شايفين قدامنا كتبنا بي 6. طب انا كتبت ليه بي 6؟ بي 6 لو لاحظت كده بي اللي هو الصف بي، وعايز اجمع الرقم اللي في العمود او في الصف 6. زي ما احنا شايفين قدامنا هو حددها لك تلقائي اللي هو بي 6. انا عايز اجمع الرقم ده مع ايه بقى؟ ان انا هكتب زائد. طبعا دي طريقة البدائية خالص السهلة اللي تقدر تستخدمها في كذا طريقة. وبعد كده هقول له بي بالشكل ده 7. زي ما احنا شايفين قدامنا هيبدأ يحدد ورا بعض، واقدر اعمل كده مع كل الخلايا اللي موجودة. اقول له زائد زي ما احنا شايفين قدامنا ب 8. زي ما احنا شايفين قدامنا في طريقة تانية انك انت تقدر تحدد بيها. كل عليك انك انت بتكتب زائد وتروح محدد بالماوس كده زي ما احنا شايفين قدامنا زائد، وتروح محدد بالماوس زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده تضغط انتر. في ملحوظة هنا مهمة، لما تيجي تخرج من الخلايا ملهاش حل غير ان انت يا تضغط انتر يا تضغط اسكيب. يعني لو جيت ضغطت انتر كده هيخرج معاك على طول وهيجيب لك اجمالي الشهر كله، العدد كله. ولو جيت ان انت واقف كده وضغطت سكيب هيعمل معاك نفس الكلام. لكن لو جيت ان انت وانت عامل كده وبتكتب المعادلة وقعدت تدوس على كذا حاجة في الخلايا هتبوظ معاك وهيبوظ لك المعادلة خالص. فهما اتنين، يا انتر يا سكيب زي ما احنا شايفين قدامنا. هيحسب لك اجمالي شهر يناير زي ما احنا شايفين الشهر كله. نيجي بقى نتأكد من المجموع ده صح ولا لا. لو حددت كده الاجمالي كله زي ما احنا شايفين قدامنا الارقام اللي موجودة دي ونزلت تحت شوية هتلاقيها 73,700. 73,700 تمام. طب انا حبيت بقى ان انا اعدل مثلا في المعادلة دي، اقدر اعدل عليها؟ تقدر تعدل مفيش اي مشكلة. اضغط دبل كليك هيجيب لك كل حاجة. تقدر تمسح اللي انت عايزه وتضيف اللي انت عايزه زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر تزود هنا او تمسح حاجة من الحاجات دي، وفي نفس الوقت برضه هتظهر معاك هنا فوق. طبعا احنا قلنا لما تيجي تخرج يا انتر يا سكيب او تضغط علامة الصح اللي احنا شايفينها قدامنا دي، برضو هتخرجك من الخلايا بدون اي مشاكل. اللي هو صح كده هيخرجك خالص. نروح بقى لطريقة الجمع التانية. في طريقة تانية سهلة برضو. هتيجي هنا كده عند الخلايا، انا عايز اجمع شهر فبراير. هكتب صم، هكتب اول حاجة طبعا ما ننساش يساوي صم بالشكل ده. ومش هتفرق معاك سواء الحروف كابيتال او سمول. وبعد كده هتكتب، بعد ما تكتب صم هتفتح قوس بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هو شيفت وزيرو وشيفت وتسعة، ده اللي بيفتح القوس وبيقفل القوس. هنحدد بقى الشهر كله الارقام كلها كده زي ما احنا شايفين قدامنا. نقفل القوس ونقول له انتر هيجيب لك النتيجة على طول زي ما احنا شايفين قدامنا. وعرفنا ان احنا نتأكد من النتيجة ازاي، ان احنا بنحدد كده هنلاقي نفس النتيجة هنا هي نفس النتيجة دي. طريقة تالتة اسهل من الاتنين اللي عدوا دول، بس احنا بنشرح كل الطرق اللي تقدر تستخدم بيها او تقدر تجمع بيها الشهور. بص كده تيجي عند العمود زي ما احنا شايفين قدامنا اللي احنا شايفينه ده اللي هو شهر مارس، وهاجي اضغط على الت زي ما احنا شايفين يساوي. هيروح كاتب لك المعادلة تلقائي وهيحدد لك البيانات اللي عايزة تتجمع. كل اللي عليك بس ان انت تضغط انتر بالشكل ده هيبدأ يجمع لك البيانات. طبعا هنا الارقام نفس الارقام اللي هنا ما اتغيرتش زي ما احنا شايفين قدامنا. طب نتأكد ازاي؟ ان احنا نعمل كده ونشوف الاجمالي كام. زي ما احنا شايفين 67,100. هنلاقي هو نفس الارقام اللي موجودة هنا كده بالظبط. احنا ممكن برضو نيجي نغير هنا اي ارقام علشان نحس مثلا باختلاف. نخلي دي مثلا تبقى 15 زي ما احنا شايفين قدامنا ونقول له انتر. بص لو لاحظت 15,000 اتجددت معاك على طول زي ما احنا شايفين قدامنا. لو جيت عملت كده هتلاقي هنا نفس الرقم برضو هو نفس الرقم اللي موجود هنا. يعني لو المعادلة دي او المعادلة دي حبيت ان انت تغير في ارقام هيتغير معاك تحت برضو الناتج بتاعه هيتغير معاك، مفيش اي مشكلة تلقائي طالما عملت المعادلة. في اختصار احسن من كده، وفي ناس بتقول وانا هفضل اعمل مثلا عمود عمود، لا في اختصار وفي احسن، في طريقة احسن من كده.
اول طريقه معانا ان احنا لو مسحنا دي ومسحنا دي كده وعملنا اول معادله طلعنا منها الاجمالي، هناخدها كليك يمين كده زي ما احنا شايفين، كليك يمين ونقول له كوبي او نسخ، وهنيجي هنا نقول له بيست بالشكل ده. لو لاحظت كده هو مش بياخد الرقم ده بياخد المعادله نفسها وينسخها لك في العمود اللي بعديه. بص كده لو خدت بالك هتلاقيها متغيره في كل حاجه زي ما احنا شايفين قدامنا، زي ما احنا شايفين كده هتلاقي كله بيتطبق تلقائي معاك. وبرضو في طريقة برضو اسهل من كده، انك انت تلغي ده كله زي ما احنا شايفين قدامنا، وتيجي تعمل كليك يمين كوبي، وبعد كده تروح ساحب زي ما احنا شايفين قدامنا كده السهم كله، هتدوس تلاقي كل حاجة اتطبقت معاك بكل سهولة. يعني بتاخد اول حاجة كوبي من هنا او نسخ وتروح ساحب كده زي ما احنا شايفين، هيروح عامل معاك او هيطلع معاك الاجمالي كله بتاع الشهور مرة واحدة بدل ما تقعد تعملها عمود عمود. لو عايز اتأكد من الارقام دي هاجي كده مثلا زي ما احنا شايفين احدد زي ما احنا عرفنا كده في الاول، وهنلاقي نفس الرقم نفس النتيجة هنا هي نفس النتيجة هنا، وهنا نفس الكلام برضو زي ما احنا شايفين قدامنا نفس النتيجة هنا هي نفس النتيجة هنا. طب في طريقة بقى احسن من ده كله واسهل واسرع من كل الحاجات دي كلها. لو جينا كده مسحنا كل الحاجات دي وانا محتاج ان انا بقى اجمع الشهور كلها مرة واحدة من غير ما اقعد اعمل كوبي وبيست والحاجات دي كلها، هاجي هروح محدد الجدول بتاعي كله كده، وهحدد المكان اللي عايز يظهر فيه الاجمالي عند اجمالي الشهر، وهضغط على الت يساوي، هينزل لك هيحسب لك كل اجمالي الشهور مره واحده زي ما احنا شايفين قدام. طبعا عايز تتاكد زي ما قلنا هتحدد كده هتلاقي نفس النتيجه دي هي نفس النتيجه دي، يبقى كده النتيجه صح. في حاجه بقى تانية برضو عايزين نعرفها، نمسح كده ده كله. انا محتاج ان انا عايز الاجمالي بتاع الاعمده كلها والصفوف مره واحده، يعني العمود والصف انا عايز الاجمالي بتاعهم كلهم. هروح محدد كده لحد الاجمالي اللي ورا وانزل تحت لحد اجمالي الشهر اللي تحت، طبعا علشان النتيجة تنزل لي تحت كده منفصلة بعيد عن الارقام علشان اعرفها. وهضغط الت يساوي، هيحسب لك اجمالي الصفوف والاعمدة زي ما احنا شايفين قدامنا بكل سهولة. لو انت عايز تتأكد من الارقام دي هتحدد كده بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين قدامنا، هتلاقي النتيجة اهي، هتنزل تحت هتلاقيها نفس النتيجة. انا دلوقتي هاجي عايز احسب المتوسط بتاعه، طبعا همسح مثلا الاجمالي اللي هنا كده زي ما احنا شايفين، وهخلي ده وهاجي احسب المتوسط. هنستخدم بقى دالة جديدة وهي دالة average. هنعمل بقى يساوي زي ما احنا اتعودنا، وهنكتب average بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا. بص هنا بيقترحها عليك اهي average، هنختارها انك انت تضغط دبل كليك عليها او تختارها وتعمل تاب دبل كليك كده وتبدأ تحدد المدى بتاع البيانات، وبعد كده بتقول له انتر. زي ما احنا شايفين هيظهر معاك المتوسط. طب حبيت تتأكد منه هنعمل كده وننزل تحت هنا كده هنلاقي المتوسط بتاعها هنا ظاهر معانا 14740. لو جيت هنا كده 14740 اللي هي الافريج اللي هنا دي كده، لو كنتوا واخدين بالكم منها يعني 14740 نفس النتيجة هنا هي نفس النتيجة هنا. طبعا زي ما قلنا ان انت لو حبيت تسمع المتوسط كله في الجدول فهتيجي هنا كده عند النقطة اللي اخر الخلايا خالص وتسحب، هتعمل لك المتوسط بتاع الاعمدة كلها. ونفس الكلام قلنا برضو ان انت ممكن تاخد منها كوبي بالشكل ده وتروح ساحب للاخر وتسيبها، هيعمل لك برضو نفس الموضوع. طب انا عايز اجيب المتوسط للصفوف، هو انا ينفع مثلا ان انا اخد الدالة دي او المعادلة دي كوبي بالشكل ده او نسخ واجي اروح اعملها هنا بيست؟ طبعا هيبقى فيه غلط، مش هينفع ان انت عشان هي مش نفس العدد اصلا يعني. فليها برضو ان انت تعمل المعادلة لوحدها. هتيجي بقى هنا تعمل اللي هي الافريج بالشكل ده، نعمل يساوي الاول ونقول له افريج بالشكل ده دبل كليك او تاب، وتبدأ تحدد الصف زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده تقول له انتر هيجيب لك المتوسط. طب نتأكد ازاي؟ هنحددها وننزل تحت بقى اللي هو نحدد دول كده وننزل تحت ونشوف الافريج بتاعهم كام. زي ما احنا شايفين قدامنا هنلاقيه اهو زي ما احنا شايفين 12300 زي ما احنا شايفين قدامنا 12300 نفس النتيجة هنا هي نفس النتيجة هنا. وطبعا لو حبيت تطبق ده بقى على كل الصفوف هتسحب بقى كده زي ما احنا شايفين هتطبق معانا على طول. ولو حبيت تتأكد من الرقم زي ما احنا قلنا نسحب كده نحدد هيظهر معانا النتيجة هنا هي نفس النتيجة اللي هتبقى هنا. في طريقة تانية برضو ان احنا نقدر نطلع بيها المتوسط.
لو جيت كده وقفت تحت هنا زي ما احنا شايفين ورحت كاتب يساوي وضغطت على الاجمالي بتاع شهر يناير زي ما احنا شايفين قدامنا، انا عندي هنا كام فرع؟ مثلا 1 2 3 4 5. هقول له على زي ما احنا شايفين 5 واقول له انتر. لو لاحظت هتلاقي هنا نفس النتيجة دي هي نفس النتيجة دي. لو خدت بالك اكبرها شوية زي ما احنا شايفين قدامنا هتلاقي نفس النتيجة دي هي نفس النتيجة دي. بس الطريقة دي مش هتكون عملية معاك لو انت معاك كميات كبيرة من الجدول او بيانات كتير جدا، فمش هتكون عملية معاك. فيفضل انك تستخدمها لما تكون البيانات قليلة زي كده، فانت يعني تقدر تستخدمها لما يكون البيانات كده. لو البيانات كتير تستخدم الطريقة بقى العادية دي اسهل وافضل في الاول. طريقة تانية برضو غير الطرق دي خالص، انك انت تقدر تطلع المتوسط مرة واحدة من غير ما تجمع وتاخد الاجمالي وتطلع منه المتوسط والحاجات دي كلها. بص كده، لو جيت نفس برضو الرقم او خلينا هنا عند نفس الرقم اللي هو المتوسط ده، وان احنا نعمل يساوي. اهم حاجة انك تفتح قوس، لان لو ما فتحتش القوس مش هيطلع لك النتيجة مظبوطة. هتفتح قوس وهنحدد البيانات زي ما احنا شايفين، اول واحدة وهنقول له زائد زي ما احنا شايفين قدامنا، ونحدد التانية زائد، ونحدد التالتة زائد، ونحدد الرابعة زائد، ونحدد اخر واحدة. وزي ما احنا شايفين ما ننساش ان احنا نقفل القوس وهنقول له على بالشكل ده على 5. او شوف 1 2 3 4 5 وبعد كده اقول له انتر. لو خدت بالك المتوسط اللي هنا هو نفس المتوسط اللي طلع تحت زي ما احنا شايفين قدامنا. طب لو انت ما كتبتش القوس ايه اللي هيحصل؟ لو جينا كده ورحنا مسحين القوس اللي احنا عملناه كده ده وده كمان وضغطت انتر، هتلاقي النتيجة مختلفة تماما ومش هتبقى صح. فالافضل انك انت ترجع القوس اللي هنا كده زي ما احنا شايفين، ونيجي هنا نعمل القوس ده نقفلها ونقول له انتر، هيطلع لك النتيجة صح. في الاكسل كمان تقدر تعمل العمليات الحسابية البسيطة بدل ما تروح تفتح الآلة الحاسبة وتبدأ تكتب عليها. طبعا زي ما اتعودنا لازم تكتب يساوي قبل اي عملية. زي ما احنا شايفين مثلا اعمل 500 وتقول له زائد مثلا 300 وتقول له انتر. زي ما احنا شايفين قدامنا هيحسبها لك على طول. ممكن كمان تعمل الضرب، يعني تكتب يساوي 5 في 6 وتقول له انتر زي ما احنا شايفين قدامنا. كمان ممكن تعمل القسمة، انك انت ممكن تعمل مثلا يساوي وتقول له 150 مثلا على بالشكل ده 6 تقول له انتر زي ما احنا شايفين قدامنا. دي بعض العمليات الحسابية السهلة اللي ممكن تقدر تعملها على الاكسل من غير ما تستخدم فيها الآلة وتبقى قدامك كل حاجة. وكده تكون نهاية الحلقة النهاردة. استنونا في الحلقة اللي جاية ان شاء الله، والسلام عليكم.